أنا بازعل قوي من الدكاترة اللي بتقول على مريض التجميل كلاينت، زبون. يا جماعة ما اسموش كلاينت، ما اسموش زبون، احنا بنمارس الطب. انت دخلت كلية طب وقعدت 7 سنين وحضرت ماجستير وحضرت دكتوراه عشان في الآخر تقول على المريض بتاعك كلاينت؟ هو انت لما بتخش تمتحن الامتحان بتقول للممتحن الكلاينت بتاعي ولا بتقول له المريض بتاعي؟ مفيش حاجة اسمها كلاينت، انت لا انت ترزي حريمي ولا انت كوافير حريمي عشان تسميه كلاينت. لا، ده احنا بنعمل له تحاليل وبيدخل اوضه العمليات وبيتخدر وبيصحى باذن الله، وممكن يحصل مضاعفات ويحصل مشاكل وبندي ادويه وي وي وي. كل ده ما اسموش كلاينت، ده اسمه مريض. حتى في التدخلات البسيطه زي البوتوكس والفيلر، دي ادويه وليها مضاعفات. يعني بلاش امتهان للمهنه، المهنه راقيه. جراحة التجميل برانش واسع جدا، جزء منه صغير هو جراحات الجمال اللي هي منتشرة، لكن الحروق ما هو ده تخصص تجميل. عمليات إعادة البناء، الناس اللي عاملة حوادث وفقدت أجزاء من جسمها، ما هو ده جراح التجميل بيعمله. جراحات الوجه والفكين، الناس اللي عندها كسور وعندها تشوهات خلقية، كل ده بتعمل. جراحات اليد، كل ده داخل تحت جراحات التجميل. ما ينفعش أقول عليه زبون لو سمحتوا، احترم مهنتك.